من حقي رعاية صحية جيدة. أهلا، اليوم غادي نتكلموا على حق البنت والمرأة في الرعاية الصحية. شنو هي الرعاية الصحية؟ الرعاية الصحية هي أنك تستافدي من الخدمات الطبية بلا فرزيات، يكونوا عندك الفلوس أو لا ما عندكش، تكوني ساكنة في العروبية أو لا في المدينة، وكيف ما كانت حالتك العائلية أو وضعك الاقتصادي والاجتماعي. شنو هي مسؤولية الدولة؟ من حقك أن الدولة تقرر كيفاش تحافظي على الصحة والنظافة ديالك، وتفهمك كيفاش هو التكوين ديالك الجسدي، وكيف يمكن لك تحافظي على صحتك الجنسية والإنجابية. نظرا لأهمية موضوع الصحة الجنسية الإنجابية غادي نتكلموا عليه في حلقة خاصة. من واجب الدولة كذلك توفر لك بانتظام المراقبة الصحية اللي انت محتاجة لها من نهار تزاديتي وحتى تكبري، وملي تخدمي أو تحملي، وملي تشرفي وتولي محتاجة اللي يعتني بك. خص الدولة توفر لك مراكز فين يشرحوا لك وسائل منع الحمل وكيف تحمي نفسك من الأمراض المعدية، وتوفر لك السبيطارات مجهزين بكل المعدات والكفاءات الضرورية باش البنات والنساء يتعالجوا مزيان في الظروف العادية وحتى في الطوارئ بحال الزلزال والفيضان مثلا. واش بصح الوقاية أحسن من العلاج؟ إذا اعتنيتي بالصحة ديالك اليوم غادي تبعدي عليك بزاف د الأمراض وتعيشي هانية بلا مشاكل صحية أو نفسية، حيث كيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. راه المرض يمكن يأثر على توازنك النفسي ويعرقل لك النجاح في الدراسة، ويقدر يحرمك من فرص الخدمة اللي كتحلمي بها، وينكد عليك حياتك بالصداع وبالحريق وبالآلام وبفلوس الطبيب وبالسبيطار والدواء. من حقك أنه ملي تكوني كديري الفحوصات والعلاجات تحترم خصوصيتك والكرامة ديالك، وما خص يكون حتى شي فرزيات بين البنات والولاد وبين الرجال وبين النساء في الحق في الرعاية الصحية. إذن اليوم خصنا نخدموا جميع باش الرعاية الصحية تكون موفرة لكل أفراد المجتمع، بنات وولاد ونساء ورجال. إيوا يا الله يا أختي، نوضي راقبي الصحة ديالك وشرحي هذا الشيء لخواتاتك ولبناتك ولصديقاتك والوالدة ديالك واللي النساء كلهم اللي في عائلتك واللي في حومتك، باش كل وحدة تاخذ حقها في الرعاية الصحية وتستفد من التغطية الاجتماعية. يمكن لك تشاركي في شي جمعية بحملات توعية للأطفال والشباب والأسر باش الجميع يستفد في بلادنا من الرعاية الصحية. شكرا وإلى اللقاء.